عجينة مميزة وسهلة وبسيطة بنفس الوقت، بتمنى تنال إعجابكم. بدي سوي أنا وياكم كب كيك باللحمة. نشوف بالبداية مكونات العجينة. في عندي هون كوبين لطحين، طحين متعدد الاستعمالات ما في أي مشكلة. طبعا الطحين أنا قايسته بالكوب المعياري اللي بقيس فيه عادة. عندي هون 3/4 كوب من المي، طبعا المي أنا مدفيتها. عندي ربع قالب من الخميرة، ربع معلقة صغيرة من الملح، عندي معلقتين طعام من حليب البودرة، ومعلقة طعام من السكر، وبدي اخذ من الزبدة مقدار 3 معالق طعام. هدول هن مكونات العجينة. هلا العجينة صارت جاهزة. شوف انا وياكم الطراوة تبعها، شايفين شو طرية؟ طبعا الزبدة هي اللي عطتها هي الطراوة اللي شايفينها. هلا بدي اتركها حتى تتحمر. حط على وشها شوية طحين بهذا الشكل. بعدين هلا بدي لفها بورق النايلون. بعد ورق النايلون بدي احط بشكيرة المطبخ. حابة اقول على ملاحظة مهمة، انا البشكيرة بالنسبة لي بتأدي. الجو هون عندي دافي، اذا الجو عندكم مو دافي يفضل تحطوا بطانية فوق ورق النايلون. حاتركها تتحمر، بعدين بكمل انا وياكم الطريقة سوا. طبعا انا تركت العجينة حتى تتحمر، وبهذا الوقت بدي اساوي الحشوة انا وياكم. شوف مكونات الحشوة سوا. عندي هون بصلة بيضة مقطعتها ناعم بهذا الشكل، وبصلة حمراء كمان مقطعتها ناعم، قرن فلفل احمر مقطعته ناعم. نسبة الدهن فيها 10%. 200 جرام من الفطر مقطعته بشكل شرحات. عندي علبة ذرة 180 جرام. طبعا بيلزمني ملح وفلفل حسب الذوق والرغبة. وفي عندي زيت نباتي بدي اخذ منه مقدار 5 معالق طعام. هدول هن مكونات الحشوة. هلا انا اجيت على النار، حطيت بالمقلاية طبعا زيت نباتي 5 معالق طعام. بالبداية بدي اضيف انا اللحمة والبصل والفطر، وطبعا بدي اضيف بهاي المرحلة الملح والفلفل. النار انا شعلتها وسط، حابة اقليهم على الهدى. هلا اللحمة تقريبا استوت. طبعا انا كل شوي والتاني عم حركها كرمال تستوي كلها مع بعض البعض. هلا بدي اضيف الفليفلة الحمراء، بدي احركها مع بعضها تقريبا دقيقتين 3، وبعدين بدي اضيف اخر مرحلة، بدي اضيف طبعا الذرة، وبعدين بطفي النار. طبعا هلا انا حطفي النار وبدي اضيف الذرة. الذرة ما في داعي ابدا تسويها على النار، يعني هي مستوية. طبعا انا قلت لكم هي معلبة، فالذرة المعلبة عادة بكون مستوية، ما في داعي ابدا يا النار. هلا الحشوة صارت جاهزة، شايفين الوانها شو حلوة، وبصراحة الريحة كتير روعة، ريحتها طيبة كتير. هلا حانتقل انا وياكم للمرحلة الثانية. هلا العجينة صارت جاهزة، شوفوا انا وياكم سوا. شايفين كيف طرية ونافشة بهذا الشكل. هلا بدي احكي شوي انا عن قالب كب كيك. هذا القالب هلا بدي ادهنه بالزبدة، شي بسيط. اخذ زبدة وادهن كل وحدة بهذا الشكل. طبعا بدي اكملهم كلهم نفس الطريقة. هلا العجينة بدي احطها على الطاولة، احط شوية طحين طبعا ونزلها. بدي اقسمها لطابات متساوية طبعا، يعني هلا بدي اشكل فيها الكب كيك. بدي
بدي احاول يضل الهواء محتفظ فيها من الداخل بهذا الشكل. بقسمها لطابات متساوية. طبعا انا دهنت قالب الكب كيك مثل ما حكينا بالزبدة كله، وقطعت كمان العجينة قطعة متساوية بهذا الشكل، طلعوا معي 17 قطعة. حطيت البشكيرة طبعا المطبخ كرمال ما ينشف، وهي الحشوة صارت جاهزة. عندي كمان جبنة اشقوان بارشتها بهذا الشكل، بدي زين فيها طبعا الكب كيك. هلا بالبداية بدي اخذ اول قطعة. القطعة بدي اقسمها ربع وثلاث ارباع بهذا الشكل اللي شايفينه بقطعتين. هلا اول قطعة بدي افردها طبعا بقالب الكيك. طبعا طحين بده يساعدني شوي بهذا الشكل. حطها وافردها. حاول سويها كلها نفس المستوى اللي شايفينه. ارفعيها فوق، كتير مهم اني ارفعيها فوق مشان هلا بدي احط الحشوة طبعا بهذا الشكل اللي شايفينه. هلا هيك صارت جاهزة. هلا بدي انزل الحشوة. طبعا بدي اعبيها منيح. عندي هي القطعة اللي قمناها، بدي افردها هلا بشكل دائرة بايدي طبعا. عم حاول انا العجين يكون رقيق، ما بدي اياه سميك. بهذا الشكل، شكل دائرة. هلا بدي احطها فوق منها، بدي سكرها بالاطراف بهذا الشكل. ضغطة بسيطة، اذا في هواء بيطلع الهواء. بعدين بدي لفها بشكل وردة بهذا الشكل. طبعا كلهم بدي اعملهم نفس الطريقة. هلا بدي احط شوية جبنة على وشها تعطيها طعمة طيبة وكمان شكل كتير حلو بهذا الشكل. هلا بدي اكملهم كلهم وبعدين بننتقل للمرحلة اللي بعدها. هلا اول صينية صارت جاهزة بهذا الشكل. طبعا انا حميت الفرن قبل بوقت، حميته قبل ب10 دقايق، شعلته على درجة حرارة 200. شعلت بس من تحت وبدي احطها بالرف الاوسط. مجرد ما استوت من تحت وعطت لون ذهبي بطفي من تحت وبشعل من فوق كرمال كمان الوجه العلوي ياخذ لون ذهبي. هلا طلعت انا الكب كيك، تقريبا اخذ معي وقت 12 دقيقة حتى حصلت على هي النتيجة. شايفين كيف الارتفاع ارتفع فوق. اخذت نفشة بسيطة، وطبعا انا ضفت لها سمسم بعد ما تركتكم، لقيت السمسم كتير بيعطيها منظر حلو كرمال هيك ضفته. شوف قطعة انا وياكم سوا، شايفين كيف شكلها بهذا الشكل. هلا لحطها بصحن التقديم واسم قطعة وبشوف شكلها انا وياكم سوا. هلا الكب كيك صار جاهز جاهز التقديم مثل ما ملاحظين. شكله بصراحة كتير حلو ومرتب، كتير بيناسب اذا جاي عنا ضيف نقدمه طبق مرتب، اكيد الضيف حينبسط فيه. فرجيكم شكله كيف بهذا الشكل. طبعا القطعة كلها مقمرة، واخذي هذا الارتفاع. طبعا بتقدم معه صحن سلطة. انا عاملة سلطة من خضروات مشكلة، حاطط لها بس ملح وحمض وحطيت لها معلقتين من زيت الزيتون تعطيها طعمة طيبة. بدي اقسم قطعة انا وياكم نشوف شكلها من الداخل كيف.
ناخد هاي القطعة نقسمها شوي شوي ما بديها تنتزع. طلعت بهذا الشكل. بصراحة ريحتها روعة طيبة كتير. بتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، واذا حبيتوا مثل العادة ما تنسوا تعملوا لي لايك. اللي اول مرة بيتابعني بتمنى يشترك كرمال يدعمني، ولا تنسوا تفعيل الجرس، وكمان لا تنسوا تتابعوني على الفيس وعلى الانستغرام. وشكرا كتير على المتابعة.